ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا كالعاده رمضان بيعدي هوا، عدى منه اول 15 يوم. في مسلسلات بقى خلصت زي الصفاره ومسلسلات تانية. في بقى مسلسلات تانية هتبدا من يوم 16 رمضان ان شاء الله. تعالى بقى اقول لك عليهم واحده واحده، واقول لك ايه احسنهم وايه اللي متوقع له هيبقى جامد. يلا بينا. مسلسل الصفاره بقى للاسف خلص لانه 15 حلقه بس، والله كنا نتمنى انه يوصل لحد 30 حلقه ويكمل لاخر رمضان. حقيقي مسلسل خفيف كده، اللي هو يبقى مودك مش مظبوط او حاجه تخش كده تفرفش فيه تضحك ضحكتين. كوميديا مواقف جميله الصراحه من احمد امين وطه دسوقي، وشابوه لكل اللي عملوا العمل ده. المسلسل بقى اللي نتمنى ان هو يعوض مسلسل الصفارة هو مسلسل جاد سليمة للفنانة دنيا سمير غانم والفنان محمد سلام. الفنانين الاتنين معاهم ممثلين تانيين كوميديين جامدين صراحة، زي الفنان سامي مغاوري والفنان محمد ثروت وخالد الصاوي. المسلسل بقى قصته ان هم هيتنقلوا في حقب زمنية عن شخصية امل اللي هتأديها دنيا سمير غانم، اللي هي ورثت مكتبة عن ابوها بعد ما مات. المكتبة دي بقى بتنقلهم لحقب زمنية كتير قوي، بيحصل بقى فيها اطار كوميدي واطار درامي هنشوفه طبعا، بس هو الاطار الكوميدي هو اللي غالب على المسلسل. هنشوف كل ده ان شاء الله من ابتداء من الحلقه الاولى يوم 16 رمضان. المسلسل الثاني بقى اللي هيبدا في النص الثاني من رمضان هو مسلسل تلت التلاته للفنان غادة عبد الرازق والفنان محمد القص الشهير بغازي في مسلسل موضوع عائلي. طبعا المسلسل هتدور قصته عن ثلاث شخصيات، الثلاثه هتأديهم غادة عبد الرازق. هيحصل بقى اضطرابات نفسيه وحاجات نفسيه كتير قوي في المسلسل. لما شفنا الاعلان بتاع المسلسل فيه غموض واثاره كده، تحس المسلسل بيجذبك انك تشوفه وتشوف الاحداث بتاعته. نتمنى طبعا ان احنا نشوف حاجه قويه من غادة عبد الرازق زي ما هي معودانا مسلسلات قديمه شويه كانت ادائها الصراحه عالي. هنشوف ده ان شاء الله في الحلقه الاولى من المسلسل يوم 16 رمضان. بيقولوا بقى ان مسلسل تلت التلاتة مأخوذ عن ثلاثيه مسلسل تريبتيك، اللي هو عن قصه تلاتة توأم اول ما اتولدوا اتفرقوا عن بعض، وكل عيله اتبنت واحد من التلاته دول، وطبعا كل واحد اتربى في بيئه مختلفه وشخصيته بقت مختلفه عن اخوه التوأم التاني. المسلسل التالت بقى هو المسلسل اللي حرفيا حصل عليه ضجة كبيرة جدا. أول لما البوستر الدعائي نزل وأول ما البرومو بتاع المسلسل نزل، حصل عليه ضجة على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التويتر، وكل ده حصل عليه تريقة على شوية يقول لك لا ده دايما ليه في كل المسلسلات بيطلعوا صورة المحجبة اللي هي معقدة ومش عارف ايه. طبعا ما نقدرش نحكم على المسلسل من قبل ما نتفرج عليه. المسلسل بقى هيبقى من بطولة منى زكي طالعة بشخصية حنان عندها طفلين. طبعا جوزها بعد ما يموت بتضطر تسيب المدينه اللي هي عايشه فيها، وبتضطر بقى ان هي تشتغل في شغلانه صيد الاسماك. وطبعا بقى الحياه بتبتدي تعمل عقوبات قدامها وهي تعدي العقوبات دي مع اولادها، وطبعا هنشوف كل ده لما المسلسل يبدا. المسلسل الرابع بقى هو مسلسل تغيير جو للفنانه منى شلبي، اللي بتدور بقى حوالين شخصيه المهندسه شريفه اللي هي طبعا منى شلبي يعني. شخصيه المهندسه شريفه اللي بتعاني من ازمات كتير قوي، من ضمن الازمات دي اللي هي بتتعاطى الادويه المهدئه او المخدرات اللي كانت الدكتور كان كاتبها لامها. زي ما حصل حقيقي. المهم مالناش دعوه باللي اتقال دلوقتي بقى. المهم اللي هيبقى فيه دكتورها في الجامعه وهو شخصيه اياد نصار، هيقعوا بقى في علاقه عاطفيه وطبعا هيحبوا بعض والقصه بقى تبقى رومانسيه. الاتنين الصراحه عملوا ادوار رومانسيه كتير وكان ادائهم جه حلو فيه. اتمنى يكون في كيمياء عاليه بينهم وهنشوف ده كله. اتوقع ان هم هيتجوزوا. يعني مش عارف الصراحه، هنشوف. المسلسل الاخير بقى هو مسلسل حرب، اللي بيقولوا ان هو هيبقى 10 حلقات بس، بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج. المسلسل بقى أنا متوقع له الصراحة إنه هيكسر الدنيا أول ما ينزل، بعيدا طبعا عن القصة اللي هو بقى إيه إرهابيين وشرطة ومش عارف إيه. كل المسلسلات السنين اللي فاتت حصل مسلسلات كتير قوي عن الموضوع ده. طبعا بعيدا عن القصة، الاتنين الممثلين تقال قوي بصراحة في تمثيلهم، وعملوا أعمال ناجحة كتير في الحوار ده. قصة المسلسل بقى الدور اللي أحمد السقا هيكون في جماعة إرهابية، محمد فراج بقى هيكون ضابط تقريبا أو أي حاجة، وهيبتدوا بقى يواجهوا بعض ويحصل بينهم صراع في المسلسل. هنشوف كل ده ملخص كده في 10 حلقات، وان شاء الله هيبدا تقريبا 21 رمضان مش 16 رمضان زي باقي المسلسلات. وبكده تكون كل المسلسلات اللي هتبدا في رمضان انا قلتها لكم، وسلام.